صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده نسيت الله تعالى هنعمل مع بعض صوابع زينب بكل بساطة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان بيحب الحلويات، فهنعمل مع بعض صوابع زينب بكل بساطة 10 دقايق. يعني واحدة واحدة نشوف ازاي هنطلع صوابع زينب بكل بساطة. هنسمي بسم الله وندخل الفيديو. أول حاجة معانا المقادير واحدة واحدة. احنا معانا كوباية سميد، دي سميد بسبوسة، معانا كوبايتين دقيق، معانا 4 معالق نشا، معانا معلقة صغيرة خميرة فورية، معانا 4 معالق زيت، معلقة سكر، رشة ملح، معانا نص كوباية مية. تعالى واحدة واحدة نبدأ الطريقة مع بعض. كوبايتين الدقيق، معلقة السميد البسبوسة بشا، وعليهم النشا. أول حاجة احنا معانا نص كوباية مية دافية، هننزل فيها بمعلقة الخميرة الفورية ومعلقة السكر. دي أول خطوة معانا. وهنبدأ نسمي بسم الله وننزل بالزيت، وهنبدأ نبسهم. أهم حاجة نبسهم كويس. بالشكل ده تحولوا معانا كحبيبات زي حبيبات الرمل بالزيت تماما. هنبدأ ننزل بالخميرة. لو عندك لبن جميل خالص. كده نزلنا بنص كوباية مية، هننزل بنص كوباية المية التاني. بالشكل ده عجناها، هي حطت معانا المقدار كوباية مية. هنبدأ نسيبها تريح. هننتهز الفرصة من ما نسيبها تريح هنعمل مع بعض الشربات الصوابع زينب. بيبقى تقيل زي شربات بلح السام. احنا معانا ايه؟ معانا كوبايتين سكر، المعيار يبقى 1، عليهم كوباية مية، كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، معلقة عسل جلوكوز. نبدأ يغلي، هننزل بعصرة ليمون عليه. ده الشربات هيبقى جاهز، هنرفعه على النار. وعلى الشكل ده سيبناها ريحت. هنشتغل فيها مع بعض. بعد ما ريحت بالشكل ده هنشتغل فيها. هنقطعها كور قد الليمونة. هنسمي بسم الله.
قطعناهم كور. تعالوا واحدة واحدة نشكلهم مع بعض. حاجة معانا احنا هنجيب الشكل، اي شكل موجود عندك. احنا معانا البصمة دي هنشتغل بيها، هنحط عليها الايه الشكل ده، وهنبدأ نلفها بالشكل ده. هتبقى منظر ايه، منظر جميل. وبالشكل ده صبعناهم بالشكل الجميل ده. احنا محضرين زيت على النار. تعالوا واحدة واحدة نقليهم في الزيت. وبالشكل ده الزيت على النار بدأ يسخن. هنسمي بسم الله وننزل ايه، ننزل بصوابع زينب. وبالشكل ده هنبدأ نقليهم على الوش التاني بالشكل ده عشان ياخد يبقى كله ايه، لونه ذهبي. دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، والزيت ما يبقاش سخن ده وبيبقى وسط. كده خد اللون الذهبي الجميل ده. هنطلعهم. دي هخلص بقى الكمية وارجع لكم. باخد الطريقة دي تقليل صوابع زينب في السيرة بالشكل ده. وبالشكل الجميل ده عملنا مع بعض صوابع زينب بكل بساطة. طريقتها جميلة خالص، 10 دقايق كنا عملناها مع بعض. شوفي قد ايه زمان، شوفي قد ايه جميلة، طريقتها جميلة خالص ومميزة. عايزة الكل يجربها ويكتب لي تعليق عليها واعرف رأيه فيها. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وما تنسوش تفعيل زر الجرس يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.